لو البرسيل الجل فصل منك او الصابون السائل وانت بتعمليه فصل منك وبقى معاكي بالشكل ده، هتتصرفي ازاي ولا هتعملي ايه؟ ابدا مش هنرميه، وهقولك النهارده على طريقتين ترجعيهم بيه زي الاول واحسن كمان. على بركه الله هنبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله توكلنا على الله. واول حاجه بعملها بجيب صابونه بلدي كبيره وابدا ابشرها، وبعد كده احطها في بوله اوسع وهنزل عليها بحوالي نص لتر من الميه المغليه، وافضل ادوب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد ما تدوب معايا تماما. طب انا مش عايزه ادوبها في ميه مغليه او مش مستعجله على الموضوع، من قبلها بيوم ابشري الصابونه وحطي عليها شويه ميه وسيبيها لتاني يوم، هتبقى معاكي بالشكل ده. هتلاقيها ساحت لوحدها، هتديها تقليبه سريعه زي ما انا بعمل كده، هتلاقيها فكت معاكي تماما. تمام. طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله ونبدا نشوف هنعمل ايه. هجيب كده الصابون بتاعي اللي هو اللي فصل، وهاخد من الميه اللي مترقده تحت دي، هاخد حوالي 4 أو 5 كوبايات، مش هتفرق كتير يعني. تمام كده. وبعد كده هجيب بقى ايه الصابونه اللي احنا مدوبينها من شويه، وهضيف عليها حوالي كوبايه ميه مغليه بس مش اكتر، عشان افكها تماما تبقى معايا سايله كده. هي كده كده لما بتبرد بترجع تمسك في نفسها تاني، او بتبقى زي الجل شويه. انا هنا بقى حطيت كوبايه ميه مغليه ورجعت دوبت كده لحد ما فكت خالص خالص معايا. هنزل بيها على شويه الميه اللي احنا واخدينهم من البرسيل الفاصل ده، وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونرجع ندوب كويس جدا 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 زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله لا قوه الا بالله. مع التقليب هتلاقي القوام بتاعك بقى حاجه كده عظمه بجد، يعني نتيجه هايله قوي. ما استخدمتش بقى البوتاجاز ولا رحتي قعدت تدوبي ولا تعملي ولا الكلام ده كله. خلاص كده زي ما انتم شايفين ما شاء الله. القوام تقل معايا، محتاج شويه ميه كمان. كل شويه باخد من الطبق اللي هو فيه البرسيل الفاصل ده، باخد منه شويه ميه وبزود على التصليح اللي احنا عملناه او اعاده التدوير اللي احنا عملناها دلوقتي. ما شاء الله لا قوه الا بالله. زي ما انتم شايفين الصابونه دي ممتازه بجد، تحفه جدا جدا جدا. الصابون ده اللي انا كنت عاملاه معاكم قبل كده، كنت عامله معاكم الصابون البلدي وكنت عامله معاكم صابونه الزهره، الاتنين في النظافه رهيبه بجد والله العظيم، مش عشان انا عاملاها. المقادير بتاعتها اللهم بارك مظبوطه بالملي. ادتني صابونه نتيجتها رائعه، ناشفه جدا، وفي التنظيف ملهاش حل. بصوا القوام عامل ازاي ما شاء الله. شايفين الشفافيه؟ حاجه رهيبه. ان شاء الله ربنا يذكرني واحاول احط لكم اللينكات بتاعتهم اسفل الفيديو. كل ما بتزودي وتقلبي القوام بيتقل معاكي، وعايزه اقولك ان هو كمان لسه لما هيقعد هيتقل معاكي كمان. هزود شويه بشويه واقلب. بصوا بقى كده القوام كريمي وزي الفل. عايزه تستني على كده وتسيبيه خير وبركه، عايزه تزودي شويه ميه كمان ده يرجع لك. طيب نروح بقى على الطريقه التانية، توكلنا على الله. الطريقه الاولى ده القوام بتاعها وده كان شكلها، وطريقتها كانت سهله خالص، وصلحناها بايه؟ بصابونه بلدي بس مش اكتر من كده. صابونه بلدي وحوالي 3 4 كوبايات ميه مغليه. ده قوامها ما شاء الله اللهم بارك. انا حابه بس كده ايه اوريكم كمان. عايزه اقول لك دي كمان عايزه لها بتاع 3 4 لتر ميه، لانها هتتقل لما تتعين. يعني لما تتركن كده حوالي اسبوعين 3 هتلاقيها تقلت معاكي، فتضيفي ميه براحتك انت بقى، بس خليها خام اتقل معاكي زي ما انت شايفه كده، وتحكمي فيها وقت ما تيجي تستخدميها براحتك. نيجي بقى للطريقه التانية، وهي بالنسبه لي كانت لذيذه جدا. هاخد الطبقه اللي هي المتصبنه التقيله اللي هي فوق دي زي ما انتم شايفين بالشكل ده، هحاول اخدها كلها الاول بالطريقه دي كده، وهفكها بالمضرب كده، وهبدا اقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويمين وشمال يمين وشمال كانك بتضربي خليط الكيك، هتتفك معاكي وتبقى زي الفل. طب يا سندس الموضوع معايا يابس قوي قوي ومش راضيه تفك معايا بسهوله، هعمل ايه؟ هتزودي كوبايه ميه مغليه وتبداي تدوبي كويس جدا جدا جدا. طيب ما دابتش هعمل ايه؟ هحطهم بقى على البوتاجاز على نار هاديه كده مع التقليب المستمر، وتاخدي بالك عشان ما يفرش معاكي ويبوظ الدنيا. زي ما انتم شايفين انا محتاجتش الحمد لله الحمد لله رب العالمين للبوتاجاز. انا بشويه ميه مغليين صغيرين فكت معايا وبقى خليط كريمي شفاف زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. تمام كده كده تمام. نجيب بقى شويه الميه اللي فايضين معانا دول، ونبدأ ننزل بيهم على الصابون اللي احنا لسه فكينه. دي كانت الطبقة اللي كانت تقيلة فوق، خلطها لما ضربتها كويس قوي. بصوا ما شاء الله بقت عاملة زي البشاميل التقيل، القوام بتاعها كريمي قوي قوي قوي. احنا مستمرين في التقليب، ايد بتنزل وايد بتدوب زي ما انتم شايفين كده. واهم حاجة في المرحلة دي انك تقلبي وتدوبي كويس جدا جدا، ولو عندك الهاند بلندر هيسهل عليك الموضوع اكتر من كده بكتير. تمام. طيب هنا كل ما تضيفي ميه هي مش هتقولك لا، وما شاء الله القوام بتاعها زي الفل. بصوا ما شاء الله
كده انا رجعت كل حاجة زي ما كانت واحسن كمان. طيب انا بدل ما هزود مية عادية هعمل حركة حلوة قوي. ايه هي؟ انا جبت كده حوالي قشر برتقان، مش عارفة كام واحدة، وبرضو قشر ليمون كتير، وغليت حوالي لترين من المية. بعد ما غلي كويس قوي رحت جايه ضيفاهم على قشر البرتقان وقشر الليمون ده، ونقعتهم حوالي نص ساعة كده. نزلوا كل الزيوت العطرية وكل الحاجات الحلوة اللي فيهم، وزي ما انتوا شايفين كده حبيت اوريهم لكم. ده كده منقوع مش مغلي. هاخد المية دي وهبدأ ازود بيها على البرسيل بتاعنا مع التقليب. عايزة اقول لكم ريحته حلوة جدا جدا، بيديني نظافة اكتر واحسن. يعني كل ده بمثابة ازازة زيت نعناع مثلا او زيت برتقان. ورجعت ادوب تاني زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله الخليط كريمي جدا. الموضوع نجح معايا بطريقة اللهم بارك اللهم بارك يا رب. ربنا يحسن ما بين ايديا وما بين ايديكم دايما يا رب العالمين. زي ما انتوا شايفين القوام رجع معايا بمنتهى السهولة، ما تعبتش، والموضوع مسلي جدا وممتع جدا على فكرة، وموفر جدا 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 فوق ما تتخيلوا كمان. دول الطريقتين اللي احنا اشتغلنا بيهم النهارده، واللي عملنا بيهم اعاده تدوير للبرسيل الجل الفاصل او الصابون السائل الفاصل. ده الخليط الكريمي اللي هو شبه البشاميل ده اللي احنا عملناه، اللي هي الطبقه العاليه اللي زودنا بيها شويه ميه، والناحيه التانية اللي زودنا له الصابونه المبشوره اللي احنا دوبناها مع بعض. ده او ده الاتنين زي الفل. وحابه تخلي ده لوحده وده لوحده تمام. عايزه تحطيهم الاتنين كلهم على بعض وتعبيهم بقى في جراكن وتستخدميهم برضو، ده يرجع لك. انا كده اديتك طريقتين الاتنين افضل من بعض واسهل من بعض، ونتيجتهم اللهم بارك يا رب العالمين زي الفل. بصوا يا جماعه الشفافيه، بصوا الصابون قد ايه شفاف وقد ايه حلو جدا جدا. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. عملنا مع بعض اكتر من حاجه قبل كده. عملنا بودره الفانيش، كمان قاهر الدهون، عملنا الصابون السايل والكلور والفيبا وصابون المواعين. عملنا كذا حاجه يا رب تعجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك او سبسكرايب وتفعلوا علامه الجرس عشان كل جديد يوصلكم ان شاء الله. اتفرجوا على حاجتنا وقيموا قناتنا، وان عجبتكم ما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.